السلام عليكم. حبايبي المتابعين في كل مكان. اهلا بكم في قناة نادي الكترونيك 2. احنا النهاردة معانا غسالة نص فريش. التايمر بتاعها فيه مشكلة. بمعنى صح ان احنا هنغير التايمر بتاعها. التايمر بتاعها بيعلق لما يكون مثلا عندك غسالة والتايمر بتاعها بيعمل كده، بيعلق كده. تمام، ده بيتغير. وفي برضو لما يكون عندك برضو تايمر في غسالة زي كده وبيشتغل اتجاه واحد، ده برضو بيعوز يتغير. تمام. تابعونا لآخر الفيديو. هتستفاد كتير. ولو حضرتك استفدت اعمل اشتراك ولايك وحاول ان انت تعمل معانا شير. دعمك لينا بيدينا حافز ان احنا نكمل ونعمل فيديوهات وننزل فيديوهات عشان تفيد الناس وتفيد غيرك وتفيدك انت كمان. تابعنا. دول مسمارين بتوع الوش لازم يتفكوا عشان نوصل للتايمر من جوه. تمام. هنبدأ نفك الوش بتاع الغسالة. وبننزل طبعا الحاجات دي على الفيس. واللي يشوفنا كمان على الفيس يتابع معانا، يتابعنا ويعمل شير للفيديو عشان ينتشر ويوصل لناس كتيرة تستفاد معانا. دلوقتي انا هفك الوش. انا فكيت المسامير وهفك الوش بتاع الغسالة. حاول ان انت ما تشدش الوش خالص لفوق، ان لما تشده كده غلط. آه، تعرف اتجاه الكليبس اللي راكب ازاي. ماشي، تروح انت خابط خبطة من الجنب، واخد بالك، وتروح طالع بيه بالراحة عشان في كليبسات انا هشاور لك عليها دلوقتي. التلات الكليبسات اللي انا بشاور لك عليها دي لو انت سحبت الوش لفوق او ضربت ضربة غلط هتتكسر. اصبح ان انت الوش هيبقى سايب من قدام، فكل شوية هيتفك وممكن تخش فيه مية. فانت تحاول ان انت تخلي بالك للكليبسات وتنزلها في المجرى بتاعتها كويس. بص المجرى بتاعت ايه كليبس. طبعا الغسالة كلها فيها كليبسات زي كده. فيها 4 كليبسات، 2 هنا وواحد في الجنب وواحد في الجنب التاني. طبعا لازم تحرص على حتة زي دي معلومة مهمة. معلومة مهمة جدا عشان خسارة ما تبوظش الغسالة بتاعتك. تمام. الكليبس اهوت نازل في المجرى بتاعته. المجرى طبعا لما اول ما تخش الكليبس في المجرى في حتة واسعة وحتة ضيقة. الضيقة دي بتمسك في الكليبس ما تخليهاش تطلع. تخيل انت لما بتربط مسمار من ورا والكليبس بتاعك بايظ، هتلاقيها اتخلعت. ده التايمر بتاعنا اللي احنا هنفكه. تمام. التايمر ده 6 طرف يا جماعة. ماشي. هنبدله بتايمر 3 طرف. تمام. السلوك الصفرا السلوك الصفرا اللي طالعة من الغسالة، اللي هما السكتين الصفر دول، والسلكة الحمرا دي بتبقى أرض. الحمرا دي طالعة من الغسالة بتبقى كهرباء. تمام. عندك دلوقتي لما هي هنفك التايمر طبعا ده الأكرة بتاعة التايمر طلعت معايا سهل. في أكر تانية بتطلع صعب. فممكن تروح انت ايه مفوت مفك عادة. تمام كده كده وبالراحة، وتروح انت مطلع ايه الأكرة بالراحة.
هنبدأ نفك المسمارين بتوع التايمر. تمام، اللي انا بشاورلك عليهم دول المسمارين. تمام، انا بقى انت تابع معايا كده واحده واحده، هتلاقي نفسك انت عملت الغساله في البيت وما جبتش فني ولا جبت حاجه. تمام، وهتلاقي نفسك انت عملتها وتمام التمام. تابع معايا، هوريك خطوه خطوه بخطوه. ده التايمر. تمام، التايمر ده زي ما انا قلت قبل كده ان التايمر ده 6 طرف. تمام، في 3 اطراف دول بتوع التايمر نفسه اللي بيشغل الغسالة. تمام، وفي 3 كمان دول بتوع الأكرة بتاعة الصرف. تمام، انا مش عايز اسبق الاحداث. الاطراف اللي طالعه من جوه الغساله ديت اللي رايحه على التايمر دول دايما على طول في الغساله لون واحد. تمام، ديت الأكرة بتاعة الصرف. ال3 اطراف الصفر، اتنين الصفر والواحدة الحمرا ديت دول ايه جايين من الغسالة. تمام، داخلين على التايمر. الاتنين الصفر دول بتوع اليمين والشمال بتوع ايه الحلة، بتوع حلة الغسيل، بتوع المروحة الغسيل اللي بتلف يمين وشمال. العلبة بتاعة التايمر ال3 طرف. تمام، هتلاقيها بالشكل دوت. ده التايمر ال3 طرف. هشاور لك دلوقتي على على الأطراف. الطرفين اللي بمسكهم دول بحطهم بركنهم على جنب، اللي انا بشاور عندهم دول في عبارة عن ريشتين جوه. الريشتين دول لما بيلمسوا بعض هما بيخلوا المروحة بتلف يمين وتلف شمال. ده كهرباء. تمام، طبيعي ان انت هتشتري التايمر الوان السلك بتاعته هتبقى مختلفة عن الوان السلك اللي موجودة. فطبعا انت كده بنفسك بالفيديو اللي انا بوريهولك ده، ماشي، ان انت هتعرف السلكتين اللي بيبقوا على جنب لوحديهم مع بعض دول. واخد بالك، دول بيبقوا ايه بتوع اليمين والشمال بتوع المروحة، بتخلي الغسالة تلف يمين وتلف شمال. فاحنا هنشوف مع بعض دلوقتي هنركبهم ازاي ونشغل الغسالة ازاي. تمام، دلوقتي انا بنقطع السلك بتاع التايمر القديم. خليك فاكر ان ال3 اطراف اللي طالعين من الغسالة هما بتوع التايمر. الاتنين الصفر هما بتوع اللي لف يمين وشمال. تمام، الحمرا اللي هي لوحديها ديت بتاعة الكهرباء. تمام هتيجي تقول لي طب وال3 اطراف بتوع التايمر التاني؟ هقول لك ال3 اطراف دول يعني هما ملهمش لازمة. هما لازمتهم مثلا لما تيجي تشغل، تيجي تصرف الغسيل، تصرف المية، الغسالة تقف. ما تصرفش المية الغسالة ايه تشتغل. تمام، هما ملهمش ده لا لازمة خالص. انا بجيب لك النهاردة تايمر 3 طرف عشان تعرف توصله وتعرف ان انت تشغل غسالتك، ما تحصلش اي مشكلة. لو انت جبت تايمر 6 طرف كمان مش هتعرف توصله. انا بناشد يعني، انا بستهدف اللي هو ايه، اللي هو مش فني، اللي هو عايز يصلح غسالته ببيته. تمام، ومش فني. طبعا الكهرباء، سلك الكهرباء اللي طالع من الغسالة الحمراء بوصلها بالكهرباء اللي بتاعت ايه بتاعت التايمر. اللون مش مطابق. فطبعا انا جاي هبص كده للطرف السلك لما تبقى لوحديها هوصلها كهرباء على طول. التانية الحمراء اليمين او الشمال، الصفرة التانية بتاعت اليمين او الشمال برضو. انت فاهم يعني السلكتين دول بتوع اليمين والشمال اللي هما بيخلوا الغسالة
تلف غسيل يمين وتلف غسيل شمال. تمام. دلوقتي اهوت انا وصلت. طبعا انا عشان فاهم يعني بوصل بسرعة وفاهم انا بعمل ايه، بس انا بحاول ان انا اوصل لك المعلومة على قد ما اقدر عشان انت ما تحتارش في التوصيل يعني. طبعا لما تيجي تلف بلاستر على على السلك زي كده، حاول تلفه جامد. ماشي، مش سلك، مش حتة كده تلفها على الطرف وتكبر دماغك، لا، عشان ديت كهربا. ودايما بتبقى في، يعتبر جوه في المية بتيجي عليه بتاع، يعني يبقى في للأمان يعني. تلف كويس بلاستر زي ما انت شايف كده، او اي كان المسمى بتاعه. احنا بنقول عليه بلاستر عندنا يعني. انا بتعامل معاك عادي تلقائي على اساس ان انت تبقى فاهم كلامي، مش هقعد اقول لك كلام معجرب وكده وكلام كده انت ما تفهموش. تمام. وترجع بقى ايه تلف السلك على بعضيه كويس عشان برضو ما يحصلش ميه وكده. بصوا زي ما انا قلت لكم من شويه، الثلاث اطراف بتوع التايمر بتاع الصرف ده ملهمش اي لازمه خالص. دول ما بنلفهم ولا مفهومش كهرباء اصلا. دول بنلفهم على جنب، ماشي، ونربطهم كده عشان ما يعكسوناش في التربيط يعني وكده، ونروح راكنهم على جنب. خلاص كده دول ملهمش اي لازمه. هو بس التايمر ده هو شكل تايمر، لكن هو مش تايمر، هو الشكل بتاعه شكل تايمر. تمام. لكن هو زي في حدافه من ورا. التايمر اللي هو شكل التايمر ده بيبقى فيه حدافه راكبه فيها واير. الواير ده بينزل لتحت على ايه، على على السوستة والكاوتش بتاعت الصرف. تمام. طبعا هنبدأ نركب التايمر اللي احنا خلصنا السلك بتاعنا وربطنا السلك وتمام. بنركب التايمر. لو قابلتك مثلا رايش بتاع مش عارف ايه، انت تعرف ايه تشيله وتركب. تمام. طبعا احنا بنحاول نوريك برضو الأكرة نيتها ازاي وتركيبها ازاي. الأكرة أصلا ليها كذا فتحة. فالفتحة دي لو ما جاتش، لو نزلت مثلا ركبت اهو، بص في كذا فتحة. الفتحة ديت لو ما جاتش معاك هتلف الأكرة وتركبها، لازم تكون الاتجاه الفصل بتاع هو يبقى مفصول. لما تيجي تركب التايمر يكون مفصول، عشان لما تيجي تركب الأكرة تبقى على الفصل بتاعها، على نقطة الصفر. تمام. بنركب دلوقتي المسمارين. انا بس ايه بقى يعني، معلش لو الفيديو طويل شوية، بس انا عشان بس اوصل المعلومة صح، واوصل لك المعلومة ان انت تعرف تركب حاجتك في البيت وتشغل كل حاجة. تمام. بص كده، نقطة الصفر لازم تبقى في فوق على اساس يبقى ايه راكب معايا صح. تمام. نقطة الفصل بتاعته. طبعا احنا هنلم السلك دلوقتي، هنرفع داني ونلم السلك. بس لازم تكون ايدك جاية من تحت كده، تحط ايدك على التايمر من تحت، وايدك من فوق تجرس على على الأكرة، عشان التايمر لو انت عرست جامد ممكن التايمر يتكسر. لف السلك كويس، لازم تلف السلك كويس. تمام. انا حتى قايل لك كلام اهو، كاتب لك كتابة يعني. تمام. ما تنساش تلف السلك كويس. تعالى بقى ان احنا هنركب الغطا، الوش بتاعنا اللي احنا فكيناه. زي ما انا قلت لك من شويه، خلي بالك للكليبسات. تمام.